يعني انا هنا بقى مش عايز اقول لك ان النادي الاهلي في مشكله واضحه تجاهه، ده انا عايز اقول لك انت فكر في الشواهد دي. ولكن عايزك كمان تشوف، وهنا ولاول مره احنا بنتكلم معاك في ربط محتاج تبص عليه ازاي كان بيحصل. هو نادي الترجي لما مر بحاجه مشابهه تتعلق بجمهوره، نرجع بالاحداث لبطوله 2018. النادي الاهلي كان بيلعب مع الترجي، قبلها نادي الترجي حصلت مشكله من جمهوره امام نادي بريميرو دي اوجستو، اول اغسطس الانجولي. طب ايه اللي حصل؟ بص بقى حنيه الكاف، وبص بقى لجنه التظلمات ولجان الانضباط ولجان المسابقات وهي بتمارس الاغنيه الشهيره بتاعه اطبطب ودلع، اللي انت مش هتلاقيها مع النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي ده بيتجاب يلعب نهائي من طرف واحد، من على ملعب مباراه واحده امام الوداد. النادي الاهلي ده اللي بتلاقي بكاري جسامه في مباراته بيعمل امور كارثيه. النادي الاهلي ده اللي هتلاقي مدربه بيتم توجيه اساءه بالغه ليه وهو كارتيروم في بيان من الاتحاد الافريقي لاول مره كنت اشوفها في التاريخ. ده اللي بيحصل مع النادي الاهلي. طب على الجانب الاخر ما يحدث مع الترجي او مع الانديه الاخرى، نظريه اطبطب ودلع. وهنا انا بحسدهم والله على قوه المسؤولين. هنا طبعا طلع القرار التأديبي من الاتحاد الافريقي ان هو اوقف مدرج واحد، غلق المدرجات الجانبيه والحد من عدد الجماهير، وعقوبه غير منصوص عليها بالمجله التأديبيه. شوف بعد كده هنا دعوة الجهات المختصة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاستعجال النظر في ملف استئناف الترجي الرياضي التونسي. ما بيفكركش بحاجة، بيفكرك بطلب دعوة سرعة نظر استئناف الاهلي، اللي ده ما حصلش مع النادي الاهلي. يا جماعة انا بوريكم بالصورة ما يحدث داخل اروقة الكاف من ازدواجية مهينة لتاريخ الاندية الافريقية الكبيرة قبل موعد مباراة إياب الدور النهائي، وخاصة منها المتعلقة بغرق المدراج الجانبية والحد من عدد الجماهير، سيما وأنها عقوبة غير منصوص عليها بالمجلة التأديبية. طبعا وانت بتتفرج هنا تعتقد ان البيان اللي معاك على الشاشة ده خرج من نادي الترجي، ولكن خليني اقول لك ان الختم والتوقيع اللي بص معايا كده، انا عارف انت نظرك قوي هتشوف اللي بقول لك عليه. الجامعة التونسية لكرة القدم دائرة الإعلام والاتصال، وختم الجامعة التونسية. يعني الاتحاد اللي كان بيطالب بسرعة نظر الاستئناف، الاتحاد التونسي، هو اللي كان بيدعم الترجي، وهو اللي كان بيحاول يضغط لسرعة نظر الاستئناف. يعني أولا العقوبة لما خرجت من الاتحاد الافريقي كان بغلق المدرجات الجانبية. مع النادي الاهلي لا، مع النادي الاهلي لعب بدون جمهور. طب تعالى بعد كده هتلاقي الاتحاد التونسي بيطلب سرعة النظر في الاستئناف قبل لعب المباراة اللي بدون الجمهور عشان ما تتحرمش، نفس طلب النادي الاهلي. ولكن الغريب ان هنا كان الاتحاد التونسي لكرة القدم بيقف خلف نادي الترجي وبيطلب سرعة نظر الاستئناف. طب ايه اللي حصل؟ تحقق ده لان انت عندك مسؤولين قادرين داخل الكاف ان هم يساعدوا الاندية التونسية زي ما فوزي لقجع بيساعد الاندية المغربية المنتخب المغربي. فنتيجة التدخل ده تم النظر في استئناف الترجي التونسي بحرمانه من جمهوره قبل مباراة العودة أمام النادي الأهلي. وكانت النتيجة إيه؟ إن تم رفع قرار الإيقاف حتى عن المدرج الجانبي، ولعب الترجي المباراة بجمهوره كامل. هو ده الجيم اللي بيحصل. السلام عليكم.
الحقيقة أنا بستغرب جدا جدا من بقى الناس في مصر في الأندية أو المسؤولين عن الكرة لما بيتوقعوا من أي شخص مسؤول في الاتحادات الأهلية إنه يكون همه مصلحة الكرة المصرية. الحقيقة بكل دول عندهم سذاجة مفرطة جدا جدا. أي شخص موجود في الاتحادات الأهلية أو الاتحادات القارية المسؤولة عن كرة القدم همه مصلحته الشخصية فقط. كل الناس عارفة كده، حتى الموجودين في اتحاد الكرة المصري مصلحتهم الشخصية ونادي الزمالك فقط. فمن السذاجة المفرطة ان انت تتوقع من الشخص ده حتى لو انت اللي انتخبته ان هو هيدور على مصلحتك. ده شيء بديهي يا جماعة. احنا مش في اي دولة تانية بتبقى المسؤول المعين همه مصلحة بلده او اندية بلده. احنا عندنا لأ، الشخص اللي انت انتخبته انت ابو ريدة ده نفع اصلا اي نادي في مصر، وجوده في الاتحاد الافريقي او حتى في الاتحاد الدولي. اتحدى لو واحد جاب لي مصلحة واحدة كانت او نفع واحد كانت من وراء وجود هنا ابو ريدة في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد الدولي، مفيش اي مصلحة تذكر نهائي، بل ان هو ممكن يجي على حساب مصلحة الكرة المصرية لو هتتعارض مع مصلحته. يعني لو في دولة تانية عايزها تنتخبه عضو في دولة تانية، مسؤول في دولة تانية، وعايز صوته يضمن صوته مقابل انه يتغاضى عن شيء لمصر او لمصلحة الكرة المصرية هيعملها. ده شيء مؤكد مليون في المية. وكلنا طبعا ما ننساش حركة الجواب اللي اخفوه بتاع خطاب الاتحاد الافريقي بتاع النادي الاهلي باستضافة نهائي افريقيا اللي كان قدام الوداد، والفضيحة انكشفت واللي كشفها الكابتن محمود الخطيب في مؤتمر صحفي قبل كده، وهكذا بقى. فما تتوقعش ابدا ان يحصل اي مصلحة عشان خاطرك من المسؤولين دول. دي نقطة. النقطة التانية يا جماعة، احنا كنادي اهلي نخلي بالنا لان الطبخة شغالة وريحتها فاحت والطبيخ الحمضان بقى واضح خالص. يعني دلوقتي التونسي الموجود في الاتحاد الافريقي او في لجنة الاستئناف اللي بيرأسها طبخ الطبخة مع لقجع لصالح المغرب مقابل ان يتم تعيين الحكم المغربي ده لمباراة الاهلي والترجي، وبالتالي تبقى تبادل مصالح. انا قلت الكلام ده قبل كده، والحمد لله احنا اول قناة قالت على ان جلال جيد هو اللي هيحكم ماتش الاهلي والترجي. قلت الكلام ده من يومين، قلت ان داخل اروقة الاتحاد الافريقي العار الفضيحة المرتشي اللي كله حرامية، قلت ان هم بيجهزوا جلال جيد عشان يحكم مباراة العودة، وكانش لسه قرار الاتحاد الافريقي بتاع السنغال ده طلع اصلا. فلما كشفوا عنه عن قرار الاتحاد الافريقي بتاع السنغال وسحب كاس الامم بقت الموضوع واضح تماما تماما. على فكرة جلال جيد ده ما حكمش اي مباراة في الادوار الاقصائية الا المباراة بتاع الاهلي اللي هيحكمها بتاعة الترجي. كل الادوار الاقصائية ما حكمش فيها ولا مباراة. جلال جيد الاهلي كان طالب اصلا حكم من حكام النخبة يدير المباراة، جابوا له حكم اول مرة يحكم مباراة من الادوار الاقصائية. يعني بالظبط هم ماشيين معاه بالعكس تمام. طب يا جماعة ايه الحل؟ انا من وجهة نظري الشخصية الحل لكل دول غرب افريقيا، ودول عددهم كتير، يعني خد معاك غانا والكاميرون وعلى فكرة معظمهم بيساند السنغال ونيجيريا، والاضافة الى دول وسط افريقيا اللي هي افريقيا السمراء بعيد عن شمال افريقيا اللي هي بصراحة اس الرشاوي جاية منها. بكل امانة خلينا نكون واضحين، دول افريقيا السمراء غرب وسط افريقيا لو عمل التكتل يضاهي الاتحاد الافريقي وتنفصل عنه بحركة قوية سيتم اسقاط كل المسؤولين المرتشين تماما وتطهير الاتحاد الافريقي، لان بصراحة بقت سمعته زي الزفت في كل دول العالم. هيتم الانفصال وتكوين اتحاد افريقي جديد، ساعتها هينهار الاتحاد الرشاوي ده والمسؤولين هيخلصوا منه، وساعتها يتم تكوين اتحاد افريقي قوي على نحو من النزاهة والشفافية والعدالة. لكن مباراة الاهلي والترجي اللي جاية ما تنتظروش اي خرمة للحكم اللي جاي، لازم نقتل المباراة من اولها عشان ما ندلوش اي فرصة.